تسريب الفيديو الفاضح للصحفي توفيق بوعشرين أثار جنون المدافعين عنه، حيث سارعوا إلى إيجاد مبررات لما وصفوه بالفضيحة الجنسية التي كشفت حقيقته ونسفت ادعاءاته بالمظلومية التي دأب على تسويقها لسنوات. عدد من الحقوقيين والصحفيين مثل المعطي منجب وحسن المولوع، إلى جانب شخصيات محسوبة على تيارات أخرى كحسن بناجح، حاولوا تلميع صورة بوعشرين عبر تقديم الواقعة على أنها مجرد علاقات رضائية. إلا أن هذا الموقف أثار تساؤلات حول استغلال الدفاع عن حقوق الإنسان لتبرير أفعال تسيء للقيم والمبادئ التي يدعون الدفاع عنها، بينما تم تجاهل حقوق الضحايا اللواتي عانين من استغلال بوعشرين. تصوير بوعشرين على أنه ضحية يوحي برسالة خطيرة تفيد أن الاعتداء على النساء قد يتجاوز عنه إذا كان المعتدي شخصية معروفة أو ذات نفوذ. ومن أبرز الأمثلة على هذا التوجه تصريحات المحامي محمد زيان الذي ادعى أن الشخص الظاهر في الفيديو ليس بوعشرين، مستندا على حجج واهية. قضية بوعشرين تسلط الضوء على أهمية التمسك بالمبادئ في الدفاع عن حقوق الإنسان بعيدا عن الأجندات الشخصية، فالحفاظ على نزاهة العمل الحقوقي يتطلب وضع حقوق الضحايا في الصدارة وضمان تحقيق العدالة عوض تبرير سلوكات المخطئين.